تحياتي لأحلى المتابعين وأهلا وسهلا فيكن عن جديد بقناتكن فتوش. عملت اليوم فطاير سبانغ وحبيت شارك معكن الوصفة. ما رح طول عليكن، رح نبلش الفيديو، لا تروحوا لبعيد، خليكن معي لبعد الفاصل. بالبداية رح بلش بتشكيل العجين. رح اكتب لكم المقادير مثل ما شايفين قدامكم. رح حط كل المواد الناشفة بوعاء، من كيلو طحين لمعلقة خميرة ومعلقة ملح. رح ضيف لهم 555 جرام مي وباشر بعملية العجن. طبعا إذا شفتوا العجينة بدها شوية مي ممكن تضيفوا لها حسب الرغبة. رح أعجن العجينة لحتى تتمازج معي، وضيف لها نص كوب زيت زيتون وارجع أعجنها عن جديد لحتى تصير روح وحدة. رح حط على رخامة شوية طحين. رح أدعك شوي العجين وقطعها لقطع متساوية. هيك بنكون خلصنا أول مرحلة من تشكيل العجين، وهلأ رح بلش بالمرحلة الثانية. رح أفرد العجين بشكل مدور وحطه على جنب. هلأ رح لكم ليش. بالنسبة لآخر قطعة عندي رح مدها بشكل أكبر شوي، وهلأ رح ضيف معلقتين زبدة وحطهم بالميكرويف من 30 ل 40 ثانية. بدي الزبدة تطلع معي دايبة أو طرية بهذا الشكل. رح ضيف للزبدة بيضة ورح ضيف بهار أسود. رح حرك المزيج كله مع بعض، ورح بلش ادهن الزبدة والبيض على العجين، وحط فوقيها طبقات العجين اللي مديتهم من قبل، وارجع كرر العملية. رح ادهنهم كلياتهم، وبالأخير رح سكر العجين بشكل منيح واقلب العجينة على الوجه الثاني وغطيها واتركها ترتاح. بهي اللحظة عشان اربح شوية وقت رح بلش بتحضير السبانغ. رح ضيفهم داخل وعاء أو طنجرة. إذا عندكن معقم خضار بيكون كتير منيح، إذا ما عندكن تستخدموا ملح. الملح بيقتل البكتيريا وبزيل الأتربة من قلب الخضار. رح غسلهم منيح، حركهم شوي، وهلأ رح حطهم على جنب واترك الأتربة تنزل لقاع الوعاء. رح نجيب بصلة أو بصلتين، رح افرمهم بشكل ناعم أو متوسط. هلأ صار وقت السبانخ صفية. رح شيلها بهاي الطريقة وكب المي الوسخة، وشوفوا قديش طلع معي تراب وأوساخ. عندي طنجرة على النار، رح نضيف زيت زيتون ونباشر بقلي البصل. رح حرك البصل بشكل منيح لحتى يدبل ويصير لونه ذهبي. بهذا الوقت
والبصل عم بيتقلى على نار متوسطة، رح باشر بالرمان، رح أعمله بالمعلقة بهذا الشكل. وهلأ صار عندي البصل بشكل ذهبي. بهاي المرحلة طفيت النار وضفت السبانغ والملح حسب الرغبة، ورح حرك السبانغ والملح والبصل مع بعض، ورح يستوي السبانغ على حرارة الطنجرة وحرارة البصل. أنا بفضل إنه الطنجرة بهاي المرحلة تكون مطفية عشان السبانغ يضل معي لونه أخضر مثل ما نكون شايفين. رح ضيف الرمان وحركهم عن جديد، وأكيد رح ضيف عصير الحامض. رح صفي السبانغ لحتى أتخلص من المي تبعها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك والكومنتس. وهلأ العجينة عندي ارتاحت. رح بلش بالمرحلة الثالثة والأخيرة، رح مدها بهذا الشكل وافردها وارجع اطويها وارجع مدها عن جديد، وكرر العملية لحتى يتوزع البيض والزبدة بقلب العجين بشكل متساوي. وهلأ رح بلش بتشكيل الفطاير. رح أقطع العجين وبلش بمد العجين بالشوبك. أول وحدة رح أعملها بشكل كبير شوي. رح أحط ورقة زبدة بالصينية وأفرد العجينة عليها. رح ضيف السبانغ المطبوخ والمصفى وأفرد السبانغ بكامل العجينة بهذا الشكل. رح ضيف فوق السبانغ زيت زيتون. فطاير السبانغ كتير طيبة مع زيت الزيتون. رح ضيف بهالمرحلة حبة البركة وحبة سمسم، وهذا الشي اختياري. بهذا الوقت أنا مشغل الفرن عندي على حرارة أعلى من المتوسط بشوي. ضفت لها وعاء فيه مي علشان حافظ إنه الفطاير تبقى طرية من جوا. رح بلش شكل فطاير السبانغ بحجم صغير وبلش سكرها بهاي الطريقة السهلة. وحطهم على الصينية تانية ورح أدهنهم زيت زيتون، وكرر العملية اللي عملناها قبل شوي. أنا متأكد إنه هاي الوصفة رح تعجبكم كتير إذا سويتوها بالبيت بهاي الطريقة وبهاي العيارات. رح حط السبانغ بالفرن. رح أترك السبانغ من 20 دقيقة ل 30 دقيقة لحتى أحصل على هذا اللون الذهبي الحلو كتير. وهلأ بعد ما خلصنا أصدقائي رح نحطهم بصحن التقديم. فيكن تحطوهم بأي طريقة انتو بتحبوها. العجينة طرية كتير وبتدوب بالتم وبنفس الوقت كريسبي من برا. عن جد أنا بنصحكم تجربوها. شي رائع. هاي كانت نهاية حلقتنا لليوم. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم وبتمنى لكم نهار سعيد. أنا عامر من قناتكم فتوش. سلام. انتوا ما عم تعملوا لايك وسبسكرايب؟ انتوا كسلانين شي؟ يلا اعملوها هون وهون ما بعرف وين.